كاتب له أسلوب مميز ومحب لأصدقائه وقعدته حلوة، وعمل مسلسلات عديدة جدا في التلفزيون وفي الإذاعة، وقدم من أوائل اللي قدموا برامج حلوة يعني الحياة كده بتفقدي كتير من الأعزاء والأحباء، ولكن عزائنا أن الفنان والكاتب والإعلامي والى آخره بعمله بيفضل عايش معانا، وعصام هيفضل عايش على الأقل مع الناس اللي حبوه زيي. هو فقدنا واحد من جيل العمالقة، يعني خسارة كبيرة، وكان راجل محترم وناقد بمعنى كلمة نقد، اللي هو يعرف ازاي يوجه ويقول نقاط ضعف ونقاط إيجابية، ونتمنى الصبر والسلوان لأهله وربنا يرحمه. يعني فقدنا قيمة عظيمة. فقدت أخ وصديق قبل ما يكون أستاذي، فهو أخي وصديقي، عشرة عمري ورحلة طويلة معاه كأخ وكصديق، وأعيدها وأكررها إني فقدت أخ لم تلده أمي. الحقيقة الله يرحمه عمره ما قال كلمة نابية ولا هاجم حد بأسلوب فج، ولا اتبع الصحافة الصفراء، وهو كان دايما راجل معتدل جدا، وكانت آراءه مفيدة للآخرين وخصوصا في عالم الفن. كان متابع مسيرتي الفنية، كل ما يلاقيني بعمل عمل حلو ألاقيه بيكلمني في التليفون. يعني أول واحد بشرني كان هو في لجنة التحكيم في مهرجان التلفزيون السنة اللي أخدت فيها جايزة أحسن ممثلة عن كفر عسكر، هو أول واحد الله يرحمه بشرني وقال لي مبروك كده. الأخ العزيز، الصديق الغالي، أنا بترحم عليه وكلنا بترحم عليه، لأن الفن هو صحافة والصحافة هو الفن. هو بالنسبة لنا ما كانش صحافة بس، ده كان أخ وكنا بنستشيره. وهب حياته للصحافة وللكتابة الفنية على وجه الخصوص، فكان متميزا صادقا رحمه الله وتغمده بالرحمة والمغفرة وجنة الخلد إن شاء الله. راجل زي ده يعني من قمم النقد المسرحي. قال الله وبقى في حياتكم ما بيقولكوش حاجة وحشة. لله وإنا إليه راجعون، والبقاء لله. والأستاذ عصام بوصيلة واحد من النقاد المحترمين جدا والمهمين جدا، الله يرحمه. ويعني أقل واجب إن احنا نحضر عزاه ونعزي ولاده، ويا رب كل تلامذته يسيروا على نهجه يعني، والبقاء لله طبعا. نموذج للصحافة الفنية الجادة المحترمة. ما نلمساش، عمرنا ما لمسنا منه انحراف صحفي أو انحراف فني في كتاباته، وجد جدا. وابنه ما شاء الله أحمد طالع زيه، وكانت وفاته بالنسبة لنا صدمة كبيرة. احنا فقدنا، وأنا فقدت أخ، فقدت صديق، فقدت صحفي من